كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. أسطورة لن تتكرر، أسطورة يعرف قوتها كل من دخل معها في صدام. إنه خير أجناد الأرض. قال عنه خبراء عسكريون إن الجيش المصري لا يحتاج لعتاد متطور، بل إن جنوده يقاتلون ببسالة منقطعة النظير. دبيب أقدامهم يصيب أعداءهم برعب وفزع، فما بالك بامتلاكهم أسلحة متطورة. إليكم أحدث الأسلحة التي يمتلكها أحفاد الفراعنة. أقوى أسلحة جيش الفراعنة والذي يثير مخاوف تل أبيب. لتكن البداية مع طائرات الرافال الفرنسية التي يمتلكها جيش مصر، حيث تعد مقاتلات رافال الفرنسية واحدة من أشهر المقاتلات الحربية بعيدة المدى التي طورتها فرنسا عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر والهند. وتقول مجلة تايم الأمريكية إن الصفقة المصرية التي تم إبرامها عام 2015 تتضمن حصول مصر على 24 طائرة رافال من فرنسا، بينما تعاقدت الهند على 36 طائرة من هذا النوع. وأورد موقع آفيات الأمريكي مواصفات الطائرة الفرنسية التي تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ، 1.8 سرعة الصوت، أو ما يعادل 1912 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن مداها يصل إلى 3700 كيلومتر. ويصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.27 مترا، والمسافة بين الجناحين 10.8 متر، ووزنها 10.3 طن. ولم يقف أحفاد الفراعنة عند حد السلاح الفرنسي، بل عملوا على تنويعه. فإلى جانب الرافال الفرنسية تقف ميك 29 M2 الروسية. طائرة M29 M2 صنعت بمواصفات خاصة في صفقة لم تعلن عنها روسيا إلا في عام 2017، حيث أعلنت أن مصر تعاقدت على 50 طائرة مقاتلة من هذا النوع وفق وسائل إعلام روسية مقربة من وزارة الدفاع الروسية. وأشارت أن المباحثات لشراء الطائرة بدأت عقب ثورة 30 من يونيو بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة روسيا الاتحادية. تمتلك المقاتلة أحدث أسلحة الترسانة الروسية على الإطلاق، ومجهزة بصواريخ الجوجو خلف مدى الرؤية الR-77 بمدى يصل إلى 110 كيلومترات بسرعة 4.5 ماخ، بمعنى أن سرعة الصاروخ 4 أضعاف ونصف سرعة الصوت. لننتقل إلى أم القنابل المصرية نصر 9000. هي قنبلة وقود فراغية يستخدمها سلاح الجو المصري، وهي تزن 9 أطنان، وقد تم تصنيعها في مصر منذ أواخر الثمانينيات، ويمكن استخدامها بواسطة طائرات لوكهيد سي 130 هيركوليز. ويعتقد أنها نسخة من القنبلة فاب 9000 السوفيتية، والتي استعملها العراقيون خلال الحرب العراقية الإيرانية. لنصل إلى أعماق البحار والمحيطات، حيث قوة المصريين الضاربة. تسلمت مصر أول حاملة لطائرات الهليكوبتر من فرنسا، ووصلت الحاملة وهي من طراز ميسترال، وسمتها مصر باسم رئيسها الراحل جمال عبد الناصر إلى ميناء الإسكندرية، حيث استقبلت بمراسم احتفال عسكرية وشعبية. وتبلغ طول الحاملة 199 مترا، وعرضها 32 مترا، وارتفاعها 58 مترا، ويمكنها أداء مهام برمائية هجومية، وتتسع ل16 طائرة هليكوبتر و4 قوارب إنزال كبيرة و13 دبابة وحوالي 700 جندي. والحاملة التي يبلغ وزنها 22 ألف طن مجهزة أيضا بمستشفى. كما استلمت مصر في حدود عام 2017 حاملة طائرات ميسترال أخرى فرنسية حملت اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لتضيف قوة جبارة إلى جيش الفراعنة في المياه البحرية. ولم تكتفي مصر بهذه القوة الجبارة الخطيرة التي تزلزل أركان الاحتلال الإسرائيلي، بل أضافوا قوة أخرى إلى قوتهم في المجال البري، حيث امتلكوا راجمة الصواريخ صقر 45، وهي راجمات مصنعة في مصر تحمل قذائف صاروخية عيار 122 ملم الخاصة براجمات BM-21 جراد الروسية.
ولكن تم إعادة تصنيع الصواريخ بالكامل في المصانع المصرية بمواصفات مصرية خاصة جعلت منه أفضل صاروخ مصري في العالم من فئة 122 ملم الخاصة براجمات الصواريخ. تحمل صواريخ مزودة برؤوس حربية شديدة الانفجار ويبلغ مداها 45 كيلومترا مع نسبة خطأ 1% فقط.